في حكمة كده بتقول الملتفت لا يصل. يعني طول ما انت بتبص شمال ويمين عمرك ما هتوصل. طول ما احنا مركزين في كل حيوات الناس التانية ومش باصين كده في ورقتنا وفي تفاصيلنا احنا مش هنوصل. هنفضل طول الوقت مادة الكلام على الناس هي شغلنا الشاغل. احنا بقى قصتنا فين وقضيتنا ايه؟ لا مش واخدين بالنا، لان احنا طول الوقت ملتفتين لحياة ناس غيرنا. بصراحة انا عارفة انه مجهود كبير جدا ان احنا نحاول نخرج دوائر الناس التانية بتفاصيلها بحياتها اللي كتير جدا منها منشور على السوشيال ميديا. صعب علينا يعني ان احنا ما نركزش في التفاصيل دي، بس بامانه برضو هي فكره ضروري نبذل فيها مجهود، لان كل الوقت اللي بنضيعه واحنا بنرصد تفاصيل ناس تانية وراحوا فين وجم منين وجابوا ايه، ده هيخلينا لا راضيين بحياتنا ولا حاسين ان احنا محققين اللي كان نفسنا فيه، وحاسين دايما ان احنا متاخرين كتير جدا جدا. وجزء من التاخير ده ليه علاقه بان احنا ملتفتين طول الوقت لحاجات لا تعنينا بالمره. نحاول بقدر الامكان نبذل مجهود في التفصيله دي، وحقيقي بجد هتفرق معانا كتير جدا. لو انت شايف ان الكلام ده جالك في وقته فيبقى خير وبركه. لو انت حاسس ان ممكن الكلام ده يفرق مع حد اعمل له منشن في الكومنتات.